ما مصير العلاقة بين خليل إبراهيم وزينب بعد الطلقة التي هاجم بها خليل إبراهيم والدها؟ وما مصير الاتفاق بين فكرة وإبراهيم؟ فالنظرات التي تبادلوها فيما بينهم لم تكن تبشر بالخير. في هذا المقطع نشارككم بتوقعاتنا بعد هذه المقدمة. مرحبا بكم في قناة ليل، قناة توفر لكم مقاطع يومية لمشاركتكم بإعلانات المسلسل، التحليلات، التوقعات وكل ما يحدث في الكواليس. فلا تنسوا الاشتراك في القناة لتتوصلوا بكل جديد أول بأول، وكذلك فالإعجاب بقناتنا يزيد من فرصة ظهور المقاطع الجديدة لكم على الصفحة الرئيسية لليوتيوب. والآن هيا لنفك شراعنا، وكالعادة لا ننسى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكركم مشاهدينا الكرام أن الحلقة الجديدة ستعرض يوم الخميس المقبل، ومن الواضح أن هذه الحلقة ستغير الموازين فيما بين جميع الأطراف. فرضوان ليتو ظهر على أنه تقصد خليل إبراهيم بشكل مباشر، وواضح أن يلماز من طلب منه ذلك، وعلى العكس المنتظر أن رضوان وإبراهيم قد يكون بينهم اتفاق، فرضوان قد قصد قتل خليل إبراهيم بطلقة غادرة، وخليل أجاب عليه برصاصتين ضربت في منطقة حرجة من جسده. إذن فالعلاقات التي كانت تبدو هادئة بين رضوان وخليل قد تأججت من جديد، وزينب قد بقيت بين الطرفين، فعندما رأت أبوها قد أصيب تركت كل شيء وذهبت تجري نحوه مع نظرات استغراب وخيبة أمل من خليل إبراهيم. أما هذا الأخير أي خليل إبراهيم فكان ينظر إليها نظرات عجز وقلة حيلة، فلا يمكننا لوم خليل إبراهيم على تصرفه، فرضوان هو من بدأ بالهجوم. أضف إلى أنه من الممكن أنه قد يكون قتل أقرب صديق لخليل إبراهيم، فلا يمكن لومه بأي حال من الأحوال. وبناء على أنه قد لا يموت رضوان بل يصاب إصابة بليغة، فزينب ستتقبل الأمر، أي إطلاق زوجها النار على أبوها، فهو أمر منتظر بكل الأحوال من البداية، لأن الشخصين عدوين لبعضهما، إلا أن حدوده أمام عينيها كان صعب أن تتقبله. أما فكرة فتعاونه هو الآخر مع خليل إبراهيم في خطر، فرغم أنه لا يتفق مع ما يقوم به والده إلا أنه يبقى والده ولن يتعاون مع قاتله ومصيبه، خاصة في القادم من الحلقات، فلا بد أن تجري الأحداث بما يسهل هذا الاتفاق من جديد. مشاهدينا الكرام، ما رأيكم في هذه التحليلات؟ وما هي تحليلاتكم الخاصة؟ لا تنسوا مشاركتنا بها في التعليقات، وكذلك فالإعجاب بالمقطع يزيد من حماسنا لتوفير مقاطع جديدة لكم. نهاية المقطع، إلى اللقاء.